افضل 3 مودات في لعبه ماينكرافت. المود الاول معانا هو ال تول، يعني بالعربي كل الادوات في اداه واحده. طبعا في نظر ايتم كل انواع المواد من اول ستون لغايه نظر رايت. الاتنين بس مش موجودين، الوود والجولد. هو سلك السنه كل اداء ستون، ايرون، دايموند، نظر رايت. مشكله هذا المود حاجه واحده، هو او بي بزياده زي ما انتم شايفين كده. السيمبل معانا هو الجن، يعني بالعربي مسدسات. طبعا مفهوش مسدسات بس، في من اول الجن لغايه الشات جن. وفي 9 اسلحه في المود دوت، بالاضافه للستيك وقنبله. الستيك انت ما بتمسكها في تهولد على الشاشه بتديك نوع السلاح دوت، مش عارف ايه. اما بالنسبه للقنبله فهي بتتفجر على 3 مراحل، ومدى انفجارها كبير ولكن ما تديش اي ضرر للاعب، بس بتفتك بالموبايل حرفيا. مشكله هذا المود ان هو مش موجود في السرفايفر، يعني تقدر تصنعه في السرفايفر، موجود في الكرياتيف بس، فينفع في المود باكات. ما نسيت اقول لكم، عشان المودات تشتغل معاك لازم تفعلوا الخيارات دي. اما عمود تالت معانا هو الاليفيتر، يعني بالعربي المسحب. طريقة صنع الاليفيتر جدا سهلة، هي عبارة عن حبة اندر بير و8 وول. عمود اسمه المود الاليفيتر، معروف ايش بيسوي، او يعني المسحب يعني. طبعا يوجد من هذا المود كل انواع او كل الوان الصوف. وعشان تستخدم الاليفيتر فانت بتحط بلوكة في الارض، او بلوكة الاليفيتر في الارض، وتحط التاني على الارتفاع اللي انت عاوزه. لكن لازم البلوكة التانية تبقى تحتها بلوكة عشان اللاعب ميقعش تحت، ده جليتش في المود، بس لازم تحط تحتها بلوك. وعشان تطلع هتدوس جامب، اما عشان تنزل فانت هتدوس شيفت اند جامب. وبس، متنساش اللايك والاشتراك. استنى بارت 2. سلام.